السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو ده اللي الأهلي كان عايزه، وهو ده اللي جماهير النادي الأهلي كانت عايزاه. الحمد لله النهاردة جه خبر كويس جدا جدا، إن هو الساعة الكاملة لجماهير النادي الأهلي هتكون موجودة أمام نادي الوداد البيضاوي في استاد القاهرة. إن شاء الله هيكون في 50,000 متفرج من جماهير النادي الأهلي في ماتش الوداد والنادي الأهلي في ذهاب الدور النهائي هنا في القاهرة. طبعا زي ما احنا عارفين الماتش هيكون يوم الأحد الجاي، وإن شاء الله بالتوفيق للنادي الأهلي في الماتش ده. كان ليا كنت برضو يعني عايزين برضو قبل ما ندخل في الحلقة ان احنا نشكر كل المسؤولين من وزير الرياضة والرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هم يعني اتصرفوا بطريقة كويسة جدا، وان هم لبوا طلبات جماهير النادي الاهلي ان هم ياخدوا الساعة كاملة لاستاد القاهرة. الف شكر لكل المسؤولين. كان ليا برضو مطالب كده للاعيبة النادي الاهلي بخصوص المباراة، وليا برضو مطالب للجماهير بتاعة النادي الاهلي. فهنبدأ الاول بالجماهير بتاعة النادي الاهلي. كان ليا عندهم 3 مطالب. اول طلب ان التشجيع المستمر طول الماتش، يكون في تشجيع مستمر طول الماتش. ده اول حاجة، من اول دقيقة لاخر دقيقة في الماتش. ده اول حاجة، يكون في حرارة وفي حماس ويكون في تشجيع من اول دقيقة لاخر دقيقة. تاني حاجة ان ما يكونش في اي تجاوز من جماهير النادي الاهلي تجاه جماهير نادي الوداد البيضاوي او اللعيبة، سواء قبل الماتش او بعد الماتش او اثناء الماتش. دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. اشقائنا في المغرب جايين هنا طبعا يشجعوا فريقهم، مفيش اي مشكلة خالص. احنا الحمد لله ان نكون كويسين ونكون نستقبلهم احسن استقبال. لان احنا طبعا يعني ايه، احنا المفروض اللي احنا هنروح لهم تاني، فطبيعي ان انت هتستقبلهم كويس هم هيستقبلوك كويس. فطبعا جماهير المغرب معروفة بحسن اخلاقها واخلاقها العالية. فده تاني طلب بطلبه من جماهير النادي الاهلي، ان هم ما يكونش في اي تجاوز ولا كلام من ده. تالت حاجة بالنسبة للشماريخ والالعاب النارية والصواريخ وكل الحاجات دي، يا ريت ما فيش اي حد يروح بالالعاب النارية ولا الشماريخ ولا الصواريخ ولا الكلام ده خالص، ويكون التشجيع فقط للنادي الاهلي من اول دقيقة لاخر دقيقة. ده كان اخر طلب من الجماهير. بالنسبة للعيبة كنت عايز التركيز الكامل داخل الملعب، وان هم ما يشغلوش بالهم بالجماهير ولا يشغلوا بالهم باي حاجة غير الملعب، ويكونوا الخطوط تكون قريبة من بعضها. ده ثاني حاجة. والباص يكون من رجل لرجل بمنتهى السرعة، ويكون في ارتداد سريع للهجمات المرتدة، لان احنا عارفين طبعا نادي الوداد البيضاوي عنده سرعات، وعنده خط هجوم برضه كويس، وخط النص وخط الدفاع. فطبعا فريق الوداد فريق طبعا ما هوش سهل، وما يكونش فيه تسرع في احراز الاهداف، لان التسرع في احراز الاهداف هيكون فيه يعني هيكون في سرعه وكلام من ده، ومش هيبقى في تركيز عالي. فبتمنى من لعيبه النادي الاهلي هدوء الاعصاب، وان هم يكونوا عندهم سرعه وما يكونش عندهم تسرع، لان في فرق بين السرعه، في فرق بين التسرع. فبتمنى من لعيبه النادي الاهلي ان هم يكون عندهم يعني سرعه في اللعب، ولكن عدم التسرع. ونتمنى ان من لعيبه النادي الاهلي ان هم يكونوا على قد المسؤوليه، ويخلصوا الماتش من هنا عشان ما يكونش في اي مشاكل هناك في المغرب، وخصوصا من الحكم. لان زي ما احنا عارفين طبعا الحكم دوت، يعني زي ما احنا عارفين هو مش حابب يعني النادي الاهلي. فاحنا عايزين ان احنا نخلص المباراة من هنا عشان ما يكونش في اي عقدة هناك خالص، والنادي الاهلي يحاول يخلص الماتش من هنا 3-0 اقل حاجة او 2-0. يا ريت ان يعني دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان النادي الاهلي يخلص الماتش من هنا عشان ما يكونش في اي مشاكل هناك. لان الحكم بملاكة سيمبا ده هيكون يعني هيعتزل بعد الماتش ده على طول. يعني هو قال ان هو هيحضر المباراة دي نهائي افريقيا بين الوداد وبين النادي الاهلي، وبعدها يعتزل.
فطبعا ممكن هو يعني يتلاعب بالامور وكلام من ده. لو حصل اي حاجه هو مش خسران حاجه، لان هو هيعتزل بعد المباراه على طول. فطبعا يعني مش هيخاف يعني لا ايقاف ولا كلام من ده، لان كده 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 هو هيخلص الماتش بعد كده هيروح بيته، ما عدناش هنشوفه في الملاعب تاني. فارجو من لعيبه النادي الاهلي ان هم يكونوا مركزين جدا في الماتش ويخلصوا الماتش من هنا. كان في تصريح كده من كابتن رضا عبعال بخصوص مروان عطيه، بيقول ان هو مبوظ لعب النادي الاهلي. ازاي يا كابتن رضا تقول تصريح زي دوت؟ ده مروان عطيه دوت من انجح اللعيبه حاليا في النادي الاهلي. مروان عطيه دوت تلعبه ممكن في نص الملعب في اي حته، او يعني لاعب بصراحه ملوش حل. يعني هو لاعب مهم جدا 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 في وسط ملعب النادي الاهلي. ف يعني بصراحه انا مش فاهم انت يا كابتن رضا قلت الكلمه دي ازاي. يا ريت لو عجبك الفيديو اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.